الفيديو خاوتي كما شفتوا في بدايه العنوان يعني تاع وزير العدل الجزائري هذا اللي عينهم تبون والدبلوماسيه كامله مقاوين. قلنا وزير العدل هذا اسمه عبد الرشيد الطيبي، اللي يظهر ثاني هو يسمى في الدبلوماسيه قاوي لبرا. وشوفوا كيفاش الرد نتاعو على جاو يستفزوه اليوم، جاي يستفزوه الممثل تاع كاين الصوص هذاك، ممثل تاع كاين الصوص. وموراه ثاني ما كاين ممثل تاع العياشه ثاني، يعني مدتكمش في العنوان ما يستاهلوش. مي كاين موراه ثاني ماشي معناتها الاخرين يستاهلوا. يعني على بالنا احنا واش عليه من رد هذا في اللقاءات هذه، نوليو احنا نلتاو بالكيان الصهيوني هذا نبهدلوهم، والاخرين هذوك التافهين ما نخليو لهم بلاصتهم بعدا. خليكم خاوتي تفرجوا الفيديو كيفاش تاع كيان الصوص هذا كيفاش بغى يحسب فينا العياشه، كيفاش السؤال تاعو والسؤال تاع ممثل العياشه ثاني. وراها انا نعطيكم رد من عند وزير العدل ورد عليهم ثاني بالتبادل. تفرجوا معنا خاوتي. إنجابية. إسرائيل: نحن قلقون إذا وضع حقوق الإنسان في الجزائر ونشيد استخدام القوة غير التناسبي خلال التظاهرات السلمية وسوء معاملة الناشطين المعتقلين، كما أن المثليين ومغيري الجنس يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة على يد السلطات. ونحن قلقون لأن الجزائر لا تقر بالاغتصاب الزوجية، ونوصي بإزالة الطابع الإجرامي عن العلاقات المثلية وتعديل كافة مواد القانون الجنائي وقانون الأسرة واحترام حرية الدين والمعتقد بدون تمييز بما في ذلك للأقليات. شكرا. إيطاليا يلاحظ بقلق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الجزائر ونقدم التوصيات التالية: إحصاء الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد الدولية ووفقا لقرارات مجلس الأمن والأمين العام. محاربة الفظائع بحق هؤلاء المحتجزين الذين يعذبون ويخفون ويغتالون بتواطؤ مريب من الدولة المضيفة. كف عن إيواء القوى الانفصالية التي تحتجز وتخطف وتجند الأطفال في ميليشياتها مما يشكل جريمة حرب. وتقديم الإجابات الضرورية على البلاغات التي قدمها المكلفون بالولايات والهيئات التعهدية فيما يتعلق بقمع المتظاهرين السلميين في الحراك، وكذلك الاحتجاز الاعتباطي والإعدامات الميدانية والإخفاء القسري على التراب الجزائري بما في ذلك في تندوف. سمعتوا خاوتينا، ركزوا على السؤال الاول تاع كاين الصوص هذوك يحسبوا فينا على بالك واش يحسبوا فينا؟ يحسبوا فينا العياشه، يحسبوا فينا العياشه ولا ما باليش واش من الدول هذا نتاع كيما يحسبوا فينا خلاص ولا هما على بالك هما بعد يحاربوا الشيء هذا وجايين يسالوا في مجلس حقوق الانسان هذا يقولوا الجزائر ما تخليش المثليين هذو يمارسوا الحقوق تاعهم ويظهروا كيما بغاو كيما صار عند يحسبوا فينا كيما العياشه لاصقين فينا. ماهوش كيعادوا الجيران معناتها كيف العقليه ماشي كيف. من نعت لكم خاوتي الرد يعني القوي جدا من عند وزير العدل هذا الجزائري، وشوفوا الكلمه تاعو كيفاش سكتهم ديريكت. اسمعوا معنا خاوتي وتولوا واش قال لهم، شوفوا معنا خاوتي. هناك من استغل المنبر للأسف، رغم أننا في نقاش علمي نتقاسم أفكار ونبحث عن ممارسات فضلى فيما يتعلق بحقوق الإنسان. الحرية هي كل لا يتجزأ، الحرية لشعبك وللشعوب الأخرى. سأترك الكلمة بعد قليل إلى سعادة السفير. انا يعني التبهديله الاولى يسمى راكم جيتوا تستغلوا واحد النقاط مش مندرجه اصلا في مجلس حقوق الانسان هذا. يا السؤال الاول هذاك مي شوفوا تولوا لهنا خاوتي، يعني احنا نحطكم وتولوا مليح ونذوق نقول لكم تولوا في الرد الاول تاع وزير العدل. شوفوا معنا خاوتي تولوا مليح وذوك وقولوا لي واش شفتوا. شوفوا معنا خاوتي. بالنسبه للسؤال الثاني المتعلق والوارد من الولايات المتحدة الأمريكية، وأثير من طرف مجموعة من الدول خلال هذه الجلسة الأولية. ولاتوا خاوتي ولا لا؟ شوفوا عاودوا تولوا قال لهم الرد لهنا يكون على الولايات المتحدة وبعض الدول. مون با ما بغاش يسميهم الدول هذوك ومن بينهم كاين الصوص والعياشه، ما بغاش يعطيهم قيمه واش كان يسميهم شغل يعترف بهم. اسمعوا معنا خاوتي كيفاش الرد مليح تولوا نعاود لكم وتولوا الرد مليح خاوتي. بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق والوارد من الولايات المتحدة الأمريكية،
وأثير من طرف مجموعة من الدول خلال هذه الجلسة الأولية بخصوص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. نحن نرى في الجزائر أن هذه المادة تتوافق مع قرارات مجلس الأمن، ولا يوجد على الأقل عدم تناقض بينها وبين اللوائح الأممية في مسألتين: الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل الإرهابي والهدف من الفعل الإرهابي. فيما يخص الوسائل أو الوسيلة، لا يوجد إجماع لدى الهيئات الدولية والإقليمية على توحيد موحد أو تعريف موحد للإرهاب، ولا على اشتراط استعمال وسيلة قاتلة. فيما يخص الهدف من الفعل الإرهابي، اعتبرت 3 قرارات صادرة عن مجلس الأمن 1566 1717 2368 أنه لا يمكن تبرير الفعل الإرهابي باعتبارات سياسية أو عرقية أو إثنية أو دينية أو من أي طبيعة أخرى، مما يعني ترك حرية التقدير للدول لتحديد ما يدخل من أفعال في مفهوم الإرهاب. من جانب آخر، يبقى أن هذه المادة 87 مكرر موجودة في قانون العقوبات تجرم أفعالا معينة نعتبرها أفعال إرهابية، والنيابة العامة تحرك الدعوة العمومية بناء على قرائن، ولكن هناك القضاء، والقضاء مثل ما أشرت في تقريري يتمتع باستقلالية تامة من خلال المجلس على القضاء، فالقاضي يدين أو يبرئ، كما يمكنه إسقاط التكييف الجنائي أو الحكم أصلا بالبراءة، وهو ما حدث عدة مرات إعمالا لمبدئين أساسيين تعمل بهما التشريعات الجزائرية وكل التشريعات، وهي توفر شروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع. طرحت في العديد من المرات تتعلق بمتابعة النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي. بالنسبة لهذه المتابعات، أولا هي قليلة جدا، ثانيا في الحق قليلة جدا لا تعكس حجم ما يروج من إشاعات أنه فيه كثير من النشطاء ومن أصحاب الرأي تعرضون لمضايقات في الجزائر. ثانيا يجب التوضيح بأن هذه المتابعات لا تتم بصفتهم نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أو بصفتهم صحفيين معتمدين، أو بصفتهم أصحاب رأي أو صناع رأي، بل تتم وفق قانون العقوبات لأنها جرائم قانون عام، بمعنى أن هؤلاء النشطاء يقومون بأفعال أو يصدرون منشورات تسيء بمفهوم التشريع الساري، تسيء إلى شرف واعتبار مؤسسات أو أشخاص، فيه مساس بالحياة الخاصة، وفيه شكاوي وبلاغات تقدم أمام القضاء، وبالتالي فإن المتابعات تتم بهذه الصفة وليس بصفتهم نشطاء. فيه عملية تغليط كبيرة فيما يتعلق بأسباب هذه المتابعات، وفي النهاية مثل ما أشرت منذ قليل هناك القضاء الذي يتصرف بحرية وفق ما يوجد في التشريعات بالنظر إلى هذه الملفات. ما كانت شويه طويله وممكن الفيديو كان طويل، مي لازم نديرو تقريبا ماشي درناش الكلمه كومبلي مازال كاين هذاك الممثل تاع الجزائر في حقوق الانسان، مي باش تفهموا يسمى لهنا واش بغا يقولهم من الاخر، ممكن الكلمه مع الاخر راهي واضحه يعني، وغايقول لهم باللي الجزائر راهي حره والعداله تاعنا حره، دير قوانين اللي يخرجوا علينا وفق العادات والتقاليد وفق الشريعه نتاعنا، ماشي راح نديروها وفق تقاليد نتاع العياشه ولا الدين اللي تبعوها كاين الصوص هذيك. حنا نديروا القانون اللي يخرج علينا، حنا رانا لحد الان رانا ماناش مطبعين، رانا حرين، عندنا السياده الكامله على الاراضي تاعنا وفي القانون تاعنا وفي العداله تاعنا وفي السياسه اللي نديروها كامل. ليسونسيال خاوتي ديروا جام الفيديو بزاف ثاني، طيروا لنا الفيديو وخليونا اراءكم من الموضوع، اللي مش مشترك في القناه يشترك.